تخيل انك ماشي في يوم عادي جدا وشفت نملة صغيرة بتحاول تشيل حباية سكر اكبر منها. يمكن في اللحظة دي ما تفكرش فيها غير انها نملة عادية، لكن الحقيقة ان النملة دي ممكن تكون ملكة. بالظبط كده، ملكة بتتحكم في آلاف النمل وتبني مستعمرات ضخمة. لكن السؤال هنا، ازاي النملة الصغيرة اللي بنشوفها كل يوم ممكن تتحول للملكة اللي الكل بيسمع كلامها؟ في الفيديو ده هنتعرف على أسرار خفية وعمرك ما كنت تتوقعها عن عالم النمل. ازاي بيختاروا الملكة، وليه بعض النمل بيتحول لملك والبعض التاني بيعيش حياته كلها كعامل، وهل الموضوع متعلق بالأكل، بالهرمونات، ولا في حاجة تانية خالص. هنتكلم من بداية حياة النملة كيرقة صغيرة لحد ما تتحول للملكة اللي بتحكم مملكة كاملة تحت الأرض. هنكشف لك تفاصيل غريبة وعجيبة عن حياتها، عن التزاوج، وعن اللحظة الحاسمة اللي فيها بتتحول من نملة عادية لملكة. تابع لآخر الفيديو عشان تفهم الحكاية كلها وتكشف القوة الحقيقية اللي بتحرك مستعمرة النمل. معاكم اسلام ابو امنة، ودي قناتي على اليوتيوب. ما تنساش الاشتراك في القناة. نظام مستعمرة النمل الهرمي. عمرك فكرت في النمل وازاي بتدار المجتمعات الصغيرة دي؟ بنشوفها بسيطة، لكن الحقيقة هي معقدة جدا. في كل مستعمرة نمل في نظام هرمي دقيق، وفي قلب النظام ده بتلاقي الملكة اللي بتتحكم تقريبا في كل حاجة. بس ازاي النملة العادية ممكن تبقى ملكة؟ وازاي بتختارها المستعمرة علشان تاخد الدور المهم ده؟ خلينا نبدأ من الأول. في كل مستعمرة الملكة هي النملة الوحيدة اللي بتقدر تبيض، ودي مسؤوليتها الأساسية علشان تضمن استمرار المستعمرة. بس الملكة مش بتعيش للأبد، ولما بتموت أو تضعف لازم يتم اختيار ملكة جديدة. الاختيار ده مش عشوائي، ده بيعتمد على شوية عوامل معقدة. التغذية الملكية. لما الملكة بتبيض، البيض ده ممكن يتحول لنمل عامل اللي بنسميهم العاملات، أو يتحول لنملات تقدر تبقى ملكات. الفرق الأساسي بين النوعين ده بيرجع لنوع الأكل اللي اليرقات بتاكله في المراحل الأولى من حياتها. اليرقات اللي بتتغذى بنظام غذائي غني ومميز بنسميه التغذية الملكية، وبيبقى عندها فرصة أحسن إنها تبقى ملكة. التغذية الملكية دي بتبقى مليانة بروتينات ومواد غذائية عالية الجودة، وده اللي بيحفز إنتاج هرمونات معينة في جسم النملة. الهرمونات دي بتأثر على نموها وبتساعدها على إنها تطور أجنحتها وقدرتها على الإنجاب. التغذية دي مع الظروف البيئية والاجتماعية في المستعمرة بتلعب دور مهم في تحديد إذا كانت اليرقة دي هتبقى عاملة ولا ملكة. رحلة التزاوج. بس دور الهرمونات مش بيقف هنا. لما النملات الملكات الجداد تكبر وتبقى جاهزة، بتبدأ عملية مهمة تانية اسمها رحلة التزاوج. في الرحلة دي الملكات اللي جاية مع ذكور النمل بيخرجوا بره المستعمرة وبيتزاوجوا في الجو، وبعد التزاوج الذكر بيرجع ويموت، لكن الملكة بترجع وهي محملة بالبيض. لما الملكة الجديدة ترجع بتبدأ تأسس مستعمرتها الخاصة. في الأول بتبقى لوحدها تماما، وبتبدأ تبيض وتعتني بالبيض لحد ما العاملات الأوائل يطلعوا. بعدها العاملات بيتولوا مسؤولية رعاية البيض الجديد وبناء المستعمرة وجمع الأكل، والملكة بتفضل تركز على مهمتها الأساسية اللي هي وضع البيض عشان المستعمرة تكبر وتستمر. حياة الملكة ممكن تعيش لسنين، وخلال الوقت ده بتستمر في وضع آلاف البيضات. بس حياتها مش كلها سهلة. المستعمرة بتواجه أخطار كتير زي الحيوانات المفترسة أو الظروف البيئية الصعبة. أحيانا المستعمرة ممكن تحتاج تنتج ملكات زيادة لو الملكة الحالية مهددة أو مش قادرة تكمل. ومن الحاجات المثيرة إن في أنواع نمل بتبقى فيها أكتر من ملكة في نفس المستعمرة. النظام ده بيساعد المستعمرة إنها تتوسع وتكبر بسرعة. وفي أحيان تانية المستعمرة بيكون عندها ملكة واحدة بس بتنتج مئات الملكات لما تحتاج تأسس مستعمرات جديدة. مسؤولية الملكة. وعلى الرغم من ان حياة الملكة ممكن تبان مريحة مقارنة بالعاملات، بس هي عندها مسؤولية كبيرة. هي اللي بتتحكم في نمو وتطور المستعمرة وبتحدد مصيرها. من غير الملكة المستعمرة بتنهار بسرعة، والنمل بيبقى من غير قائد ولا هدف. عالم النمل مليان أسرار وحاجات غريبة. على سبيل المثال، في أنواع نمل بتعيش في علاقات تكافلية مع حشرات تانية زي المن. النمل بيحمي المن وياخد منه سائل سكري بيستخدمه كغذاء. كمان في أنواع نمل بتعيش في مستعمرات ضخمة جدا، ممكن توصل لملايين النمل. المستعمرات دي بتكون منظمة جدا، وكل نملة عندها دور محدد، سواء كان جمع الأكل أو حماية المستعمرة أو رعاية البيض. إزاي النمل بيواجه التحديات؟ النمل بيواجه كتير من التحديات في حياته، زي الحيوانات المفترسة أو التغيرات البيئية، بس النمل عنده قدرة مذهلة على التكيف. على سبيل المثال، لو المستعمرة اتضرت النمل بيقدر يعيد بنائها بسرعة.
كمان النمل بيستخدم إشارات كيميائية علشان يتواصل مع بعضه. الإشارات دي بتساعدهم في تنظيم العمل داخل المستعمرة وفي تحذير بعضهم من الأخطار. دور النمل في النظام البيئي. النمل ليه دور مهم جدا في النظام البيئي. هو بيشارك في تهوية التربة وبيساعد في تحلل المواد العضوية. كمان بيساعد البذور في الانتشار. في أنواع نمل بتساعد في مكافحة الآفات الزراعية، وده بيخليها حليف مهم للمزارعين. إزاي نحمي النمل؟ احنا علينا دور مهم جدا في حماية النمل. أول حاجة نقدر نعملها هي تقليل استخدام المبيدات الحشرية، علشان المبيدات دي بتأثر على النمل والحشرات التانية المفيدة. كمان المشاركة في حملات تنظيف البيئة بيقلل من التلوث اللي بيأثر على حياة النمل. أخيرا، نشر الوعي عن أهمية النمل ودوره في النظام البيئي بيخلي الناس تهتم أكتر بحمايته. في النهاية أتمنى تكونوا استفدتوا وعرفتم أكتر عن حياة النمل وأسراره. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اكتبوا لنا في الكومنتات، هل كنتوا تعرفوا ازاي النملة العادية بتتحول لملكة؟ شكرا على المتابعة ونشوفكم في الفيديو الجاي.